القوس اللي موجود قدام منطقه الجزاء ده موجود في كل ملاعب العالم، بس كلنا اتفقنا ضمنيا كده ان محدش يسال ده ايه فايدته. بيسموه الدي. طب ده ايه حكايته؟ وليه الفيفا اصرت ان هو يبقى موجود في كل ملاعب العالم مع انه يعني تقريبا كده ملوش اي لازمه اثناء سير المباراه؟ سيبك بقى من الدحيح وتعالى ناخدك من ايدك ونرجع لاكتر من 130 سنه لورا. سنه 1891 شكل الملعب كان مختلف تماما عن الشكل اللي احنا عارفينه النهارده. ما كانش فيه نقطه جزاء ولا فيه منطقه جزاء، وحتى الابعاد بتاعه الملعب نفسها ما كانتش ثابته، ولو شفت صوره الملعب وقتها مستحيل تصدق ان ده ملعب كوره، لحد ما قوانين اللعبه بتتغير والملعب بيبدا ياخد شكله الحديث. بتترسم الدايره بتاعه السنتر وبتتحدد خطوط المرمى، واتعملت لاول مره منطقه خاصه بضربات الجزاء. بس الغريب انها ما كانتش مستطيل، كانت عباره عن خط متقطع ماشي بعرض الملعب كله. والاغرب بقى ان ما كانش في نقطه جزاء، مكانها كان في خط كامل على بعد 12 يارده من الجول، واللاعب كان يقدر ينفذ ضربه الجزاء من اي مكان على الخط ده. وحتى منطقه ال6 يارده بتاعه الجول ما كانتش بالشكل ده، كانت عباره عن دايرتين لازقين في بعض. وفي سنه 1902 القوانين بتتطور تاني، منطقه الجزاء بتبقى مستطيل بالشكل اللي احنا عارفينه، وخط ال12 يارده بيتحول لنقطه الجزاء جوه المستطيل، ومنطقه ال6 يارده بتتحول من كونها دايرتين جنب بعض للمستطيل اللي احنا عارفينه، وبيبقى الشكل النهائي مستطيل كبير وجواه مستطيل صغير وفي النص نقطه الجزاء. لكن في لسه تفصيله ناقصه. القوس اللي قدام منطقه الجزاء ده ظهر لاول مره سنه 1937، ولو سالت اي حد ليه القوس ده موجود هيقول لك في حاجات كده مش لازم نسال هي موجوده ليه، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا. القوس ده ملوش أي وظيفة أثناء اللعب المفتوح، وظيفته الوحيدة هي وقت تنفيذ ضربة الجزاء جوه الماتش. القانون بيقول إن كل اللعيبة لازم يكونوا على بعد مينيمم 10 ياردة من مكان تنفيذ ضربة الجزاء. طيب ليه اللعيبة ما تقفش كلها على حدود ال 18؟ لو جيت تبص هتلاقي إن لو اللعيبة كلها وقفت على حدود ال 18 اللعيبة اللي في النص هتكون أقرب من غيرها لنقطة الجزاء ومش هتحقق ال 10 ياردة اللي القانون بيطالب بيها. وعشان كده عملوا القوس بتاع منطقة الجزاء. اي نقطة من على حدود القوس هتكون على بعد 10 ياردات من مكان تنفيذ ضربة الجزاء، وبكده هتكون حققت ونفذت القانون بتاع ال10 ياردات. وبالمناسبة اسمه الحقيقي مش الدي، اسمه الحقيقي هو البنالتي ارك، ولكن عشان الناس لما بتشوفه من فوق بيبقى على شكل حرف الدي بالانجليزي فسموه الدي. في ماتش تشيلسي ودورتموند في الشامبيونز ليج تشيلسي بيتحسب له بنالتي وكاي هافرتس على التنفيذ. كاي هافرتس بيخش وبيحط الكورة في العارضة، ولكن فجأة الفار بيكلم الحكم وبيقرر ان هو يعيد ضربة الجزاء. طب ليه بقى ضربة الجزاء اتعادت؟ لو بصيت معايا على الشاشه هتلاقي ان إيميري تشان ولاعيب كمان من دورتموند وقت تنفيذ كاي هافرتس لضربه الجزاء كانوا جوه الارك، فبالتالي كانوا على بعد اقل من 10 ياردات فخالفوا القانون، وده اللي خلى الحكم يعيد ضربه الجزاء. وده يبين لك فايده الارك ايه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا على وقتكم. السلام عليكم.